من اغرب الاسباب اللي سمعتها في حياتي عن جوازه كانت هتبوظ بسبب حاجه تافهه جدا، اللي هتسمعوها دلوقتي. عريس قبل فرحه بيومين بالظبط اتفاجئ بحماه بيكلمه على فلتر ميه، فقال له يا عم انا بالفعل جبت الفلتر وهركبه خلاص النهارده وبكره باذن الله. فحماه المفروض انه راجل كبير وعاقل ساله الفلتر كام مرحله، فالعريس قال له 3 مراحل. فالراجل زعل جدا وحس بالاهانه، وهم قايل له ان انا بنت بعد ما كانت قاعده معززه مكرمه ما بتشربش ميه من فلتر غير 7 مراحل، تدخل بيتك وتلاقي نفسها عندها فلتر 3 مراحل بس، وعمل مشكله وحلف ان الجوازه ما هتتم الا لما الفلتر يتغير. والعريس يهديك يرضيك يا عمي مفيش وقت للكلام ده، ودي فلوس بتدفع مش لاعب، هو الفرح كمان يومين والراجل مفيش مصمم، لحد ما العريس وافق وغير الفلتر زي ما هم عايزين. تاني يوم علشان الجوازه ما تبصش، يوم الصباحيه راحوا يزوروه، وام العروسه دخلت المطبخ لقت العريس مكسر الفلترين ابو 3 وابو 7 ورميهم في الزباله. فالست بتسال بنتها، قالت لها هو اول حاجه عملها ايه يا ماما؟ قالت لها اول حاجه عملها يا ماما اول ما الباب اتقفل دخل على المطبخ كسر الفلترين، وحلف عليا طول ما انا معاه لا اشرب معاه ميه من الحنفيه، ولو ابوها فتح بقه مش هيدخله البيت تاني.